تعالي اقولك عشان تعملي فرخه تطلع معاكي باللون والشكل الجميل ده تتبليها ازاي. تبلتها بعلبه زبادي وبشرت بصلايه وحطيت معلقه صلصه وملح وفلفل وكمون وبابريكا وبصل بودر وتوم بودر. وعشان اللون يطلع بالشكل الحلو ده هتجيبي معلقه كاتشب كبيره ومعلقتين صويا صوص وتدهنيهم على الوش. بعد ما تخش الفرن شويه تطلعيها تدهنيهم على وشها. بعد كده بقى هنعمل معانا الخضار. انا قطعت بصل وبطاطس وكوسة وجزر، الخضار اللي انتي بتحبيه حطيه، وتبلتهم بقى بملح وفلفل وكمون وبصل بودر وتوم بودر شوية كاري او كركم. الكركم بيدي طعم حلو قوي في البصل او في الخضار عموما. وحطيت عليهم بقى معلقة زيت كبيرة كده، وكمان هحط معلقة كبيرة او معلقتين من الصويا صوص او الدبس الرمان اللي موجود عندك، بيديها طعم حلو كده في التتبيلة، بتبقى خطيرة. بعد كده ندخلهم بقى الفرن ونسيبهم لحد ما يبقوا بالشكل التحفة ده. الخضار طعمه حلو جدا، الفرخة مستوية وطعمها حلو ولونها حلو. مش قادرة اقولك جربيها.